بتقولي اسمك؟ مش لازم. المكالمة مذاعة على الهوا، موافقة بالإذاعة؟ خلاص مش اتفضلي قولي لي مشكلتك ايه. مشكلتي. اللهم صل على النبي. الله انا يتصل وسلم. انا كان معايا انا معايا ولدين وبنت. امم. فجوزي توفى سايبهم صغيرين. امم. فكان 7 سنين 8 سنين، سنة ونص. امم. تعبت عليهم واشتغلت وشقيت عليهم، باخد معاش بس ما كانش قليل، كان قليل. امم. فطلعت اشتغلت، ما كانش في مساعدة من عمهم، اخواتي، اي حد. تعبت على عيالي وشقيت عليهم واشتغلت وربيتهم وعلمتهم، وكل واحد معاه دبلوم. امم. بنتي اتخطبت كذا مرة، واللي ابن اختي، فانا ما كانش داخله دماغي المتجوزة، ما كانوش عايزين يجيبوا حاجة. ده ابن اختك؟ ابن اختي. اه. فطلبت منهم حاجات مستقبل بنتي وكده مش عارف ايه، قالوا لا زدنا في دقيقنا وابوه وكده ومش عارف ايه. قلت له لا، ده حقي وليا. امم. فالمهم يعني سبتها للاخر خالص، وهي اللي انا مش عايزاه. وفسخت الخطوبة؟ وفتحنا الخطوبة طيب حلو. وكويس ومفيش اي حاجة. اتخطبت امم. بعديها قراية فتح بس مفيش اي حاجة تاني. امم. المهم قالت لا مش عايزة وكده، هي كانت بتشتغل، اشتغلت. امم. المهم اتعرفت على واحد وكده وحبيته وكده، انا ما كنتش اعرف. امم. طورت العلاقة بيهم كده. هو مش من بلد، هو من بلد تاني. امم. كانت على اساس ان هي كانت بتروح الشغل، وكانت بتروح وكان بيجي ياخدها. امم. غلط معايا. امم. فانا ما كنتش اعرف الا بعدين بقى حصل لها حمل. امم. فما عرفتش الا بعدين كده بيتصابت قلتم على وشي، واخوها عرف كان عايز يموتها وكده طب امم. احنا عشان محدش يعرف بينا واحنا عايشين طول عمرنا مستورين ومحدش يعرف حاجة عننا وكده. امم. المهم ربنا قدرني، انا كنت شغالة في مستشفى. امم. فرحت للدكتور قلت له الامر اتنين تلاتة، فانا دلوقتي انا حالتي صعبة. قال لي طب. المهم يعني ربنا قدرني وكده، ووقفت وياها وخليتني نزل. اتصلت بيه وكلمته، قال لي لا انا ماليش دعوه ومش انا، وشوفي بنتك مع مين وكده. بتكلمه وبتشتمه في التليفون، وانت 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 مش عارف ايه، وانت اللي عملت كده. المهم قلت لها خلاص، نزلته. نزلت الجنين؟ جينا بعد او امم. فربنا يسامحني. امم. قلت لها خلاص ما تفكريش فيه، امم. وربنا بقى وموضوع يبعت لك وانتهى حلال وخلاص. وكده. امم. او قلت لها انا الدكتور قال لي انا ممكن اقف معاكي وكده وعشان عارف وهي ان بنتك انا. كام سنة؟ هي كان عندها في الوقت ده كده بتاع اللهم صل على النبي، بتاع 24 كده امم. 25. امم. 24. امم. المهم من هنا لهنا أنا سافرت إسماعيلية مكانه، ورحت لعمه وكلمت وياه وهي كانت معايا وكده. عمه قال لي أنا هشوف الموضوع ده وكده. وجي بعد كده عمه قال لأ، ده هي كانت طالبة جاية تطلب مني فلوس. قلت كذاب. قالت له لأ، أمي ما بتطلبش فلوس من حد. المهم سكتنا وكده. جينا بعد كده بيقول لها ده امك كانت رايحه تطلب فلوس من عمي وانتوا بتشحتوا. قلت له، قالت له ابدا، انا امي عمرها ما طلبت حاجه من حد. قلت له بص يا ابني، انا لو انا مش قد ده ده السفر ده 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 عمري ده ما رحت الواد ولا ده، جيت. هو ده الواد اللي عمل العملة السوداء؟ اه. امم.
المهم عمو محامي. امم. فسكتنا، قلت لها خلاص ابعدي بعيد عنه وسيبيه، وربنا يا بنتي مش راضينا بالفضايح. وسكتنا. بصيت لقيتها برضو لف لف وقعد يكلمها تاني، هيجي يخطبني وهيجي ومش عارفه ايه وكده. المهم هو جه وقعدنا نتكلم وكده. قال انا مش عايزه افتح في القديم وخلينا ايه في دلوقتي. ماشي، وبعدين؟ انا بقيت اخوها قاعد بيغلي، اه. اخوها التاني مرضيش يقعد. وطبعا قال هو انا مش عمال موافق بالموضوع ده. يشتري ويبيع فيكو. اه. امم. قلت له هو انت فاكر نفسك اللي انت هتحطنا تحت درسك؟ المهم سكت وكده. جه بقى بيلعب بيها وكده. جيت انا في فتره كده تعبت، كان بيجيلي نزيف على طول من بقي من مناخيري كده. فجيت رحت كشفت وكده، لقيت قال لي ده عندك رحم وكده وامراض ومش عارف ايه وكده، فلازم تشيليه عشان ايه ما يعملكش امراض. جيت اتحجزت وعملت العمليه. ساعة ما دخلت المستشفى قعدت الأول 5 أيام. بعد ما عملت العملية بتصل بيها أول ما طلعت من العملية، قالت لي أنا مش هجيلك. كنت جيت أنا قبليها، كنت أنا إيه هو اتخطبت وعملت لها كتب كتاب وفرح. يعني انتي خطبتها له وعملتي كتب كتاب عشان الناس تعرف انك كتب كتابها، واتكتب الكتاب الحمد لله. وكتب الكتاب الحمد لله. وكتبنا قايمة في وقت يعني في ظرف طارئ، ان هو كان جاي عايز ياخدها ويمشي، فاحنا كبنا في المكان ده ولقيناه. وانتوا ولا جبتوا حاجة ولا هو جاب حاجة ولا لا، تعرفي انا حاجتي كلها موجودة. جهاز انا البنت كنت مجهزاها موجود. من وهي صغيرة. وهو في شقة ولا هيتجوزها فين؟ هو عنده شقة بس بتاعت اهله بقى وكده. وهو لما جه يكتب الكتاب جبتوله وما جابش حد؟ ما جابش حد، فيه 2 صحابه ابن عمته بس. صاحب البيت اساسا اللي هو فيه جه. المهم قعدنا نتكلم وياه وكده، فصاحب البيت قعد يتكلم معايا ان هو كان وكيله. قال لي انا مجبر، مش مجبر ان انا اعمل كده. قلت له انا ماليش دعوه، انا مش انا اللي جبتك. قعد يتكلم معايا وكده، فبيقول لي ده هو ساكن عندي وهو عنده وهو كام مش سنة؟ بيته. هو عنده 30. وهو مش محتاج وكيل، يعني هو الراجل ما بيحتاجش وكيل اصلا. وهو جايبه يعني كده وايه. يعني طلع ما عندوش فالمهم شقة، طلع ساكن بالإيجار. لا عنده شقة بس هو ساكن، بتاعت أمه وأبوه كانوا ساكنين فيها. وهو مفهمنا إن الشقة دي هو ليه في البيت وليه نصيب في البيت وكده. والبيت ده تبع سته وجده. المهم قلت له أنا ماليش دعوة، أنا ليا اللي أنت ليك مكان وليك حاجة بتاعتك قاعد فيها. وفهمني بقى إن هو كان عنده عربية وكده. قلت له انا ده كله ما يخصنيش، انا اللي يهمني صوت البنت دلوقتي. ماشي. وكتبتي الكتاب عشان يبقى معاها وثيقة زواج انها كتب كتابها. وبعدين القايمة كانت مكتوبة. القايمة كانت مكتوبة اي كلام. وكانت معمولة ب130,000. وهو طبعا ما جابش خشب ولا جاب حاجة. ما جابش اي حاجة خالص. طيب وبعدين؟ هو كان المهم جينا بعد كده. جيت انا دخلت المستشفى وعملت العمليه، بتصل بيها بقول لها يا بنتي هي انا بقى ما تعبانه. جاتش معاكي المستشفى؟ هي المفروض ما راحتش معاه في بيته، هي لسه قاعده في بيتك. هي قاعده في بيتي. لما انت تعبتي ما جريتش عليكي على المستشفى؟ لا. ليا اختي اكبر مني جت قعدت معايا. ماشي. فبتصل بيها بقول لها يا بنتي تعالي لي انا تعبانه، ما تضمنيش انا بين الحياه والموت. قالت لي اعتبريني اللي انا مت، اعتبريني اللي انت مفيش بنات. قلت لها مش، وسكت. بقيت اعيط وكده، واختي قالت لي خلاص ما تعيطيش وكده وسكت. قعدت 4 ايام
جيت خرجت قعدت يومين في البيت، جرحي كان بينزف يعني كده. جيت رحت المستشفى اتحجزت، قعدت 21 يوم تاني. وهي برضو ملهاش علاقة بيكي؟ لا جاتلي، بس جاتلي كانت تعبانة وواخدة دور برد وكده، جاياني عشان مصلحتها. مم. اديتها فلوس، خليتها قبضت المعاش وكده، جبت لها علاج خدته وياها ومشت. جاتني مرة تاني قعدت معاها شوية وراحت خدت بعدها ومشت، ما جاتليش تاني. مم. جيت خرجت، هو ما كلمنيش ولا قال لي ألف سلامة ولا أي حاجة. مم. جيت خرجت وقعدت في البيت، بقيت تعبانة وأخواتي جولي دول جوني وكده، هي ما كانتش بتعمل لي أي حاجة. عايشة معاكي في البيت وملهاش علاقة بيكي؟ تاكل وتشرب ملهاش دعوة بأي حاجة. مم. قلت لها على فكرة اللي انت بتعمليه هتلاقيه مم. كله سلف ودين. مم. سكتنا. بقول لها هو مقويكي؟ ده قالت مالكيش دعوة بأمك. مم. قالت لي أنا ماليش دعوة بيكم. جت كان يوميها عيد ميلادها، قالت لي ده هو كلمني ومستنيني بره هيديني هدية عيد ميلادي. مم. قلت لها طب لا ما تنزليش وخليه يجي. قالت لي لا هو مش هيجي. خدت بعدها ونزلت. فطبعا انا نايمه تعبانه وكده، بعديها بشويه بس لقيتها بترن عليا بتقول لي انا مشيت مع جوزي. مم. قلت لها نعم، يعني ايه مشيتي مع جوزك؟ مم. قالت لي هو خدني ومشيت، وهروح اعمل محضر واقول ان اخويا اتعرض ليا وضربني وكده. مم. قلت لها طب تعالي وانا اللي ربنا يقدرني عليه هعمل لك ليله كده هو حتى اي حاجه، رغم ان انا تعبانه وانت شايفاني تعبانه وعامله ازاي. مم. رحت بكلمها وكده، حتى خالتها كلمتها قالت لها تعالي وامك هتعمل لك حتى لو حنه كده صغيره وتاخدي حاجتك مم. وتمشي من غير فرح ولا حاجه. قالت لها لا انا مشيت ومش عايزه اي حاجه. مم. قلت طب لها يلا خلاص ماشي، ومشيت ريحت ومشيت. واستريحت. انا ما هنش عليا. مم. قعدت فتره، قعدت بتاع شهرين او 3 اشهر. مم. جت حامل وكده وبتقول لي انا بغسل على ايدي وتعبانه وبطني قد كده وبطني مليانه وبغسل على ايدي فاديتيها وكده. اديتيها الجهاز؟ قلت لها تعالي وخدي حاجتك، عشان انا لو حصل لي حاجه اخواتك مش هيدوكي حاجة. واخواتك مش هيدوكي حاجتك. مم. المهم هي جت وخليه يجي معاكي، قالت لي لا هو مش هيجي. وهو بقى واخد جت ولمت موقف ليه حاجتها. كده؟ يعني الموقف ده واخده ليه؟ هو مش عارفه، اه. مش عارفه عشان انا كنت غلطت فيه وشتمته كده لما حصل الموضوع الاولاني. اه، هو اللي واخد موقف يعني. اه حسبي الله ونعم اتصلت الوكيل. باخواته، مم. اتصلت باخته قلت لها اخوكي عمل واحد اتنين تلاته. قالت احنا ملناش دعوه بيه وملناش ومحدش يتكلم ويانا في اه، اي يعني حاجه. هو باع اهله وهي باعتكوا، والاتنين دلوقتي اتلموا على بعض، واحنا مش عارفين هم عايشين فين وفي انهي لا شقة. بس هو حاليا دلوقتي بيكلم اخواته، بس مفيش واحده دخلت له بيته. اه، وطبعا هم اكيد مش عايزينها، يعني هم اكيد مش عايزين بنتك ورافضينها. طيب. ما اعرفش. هم بقى احنا مش عارفين بيتهم المهم فين، جايبين ايه، عايشين ازاي، محدش عارف. لا انا رحت امم. لما جت خدت حاجتها وكده، اه. وبرضه اتخانقت معايا وعملت. قلت لها انت اللي بيعمل فيكي معروف بيبقى وحش، بس انا بعمل ربنا. امم. لما روحتي حاجتك بقى خديها. لقيتي شقتها عاملة ازاي؟ لما رحت لقيت شقتها شقة كبيرة، فيها انتريه امم. وفيها سرير صغير محطوط يعني هو ما جابش حاجة؟ وتلفزيون عادي، ما جابش اي حاجة خالص. وقال لها هاتي الحاجة من عند امك؟ اه حتى ما جاش خدها، جه على امم. الشارع بره وراح ركب وياها العربية ومشي. امم. قلت لها خدي حاجتك وامشي طيب. ومالكش حاجة عندي تاني وما وخلاص دلوقتي هي تجيش. عايشة معاه اه بقى؟
هي عايشة بقى معانا لما جت تولد واكيد وكده، اخواتها فجت اتصلت متبريين بيا. منها، يعني اخواتها اخواتها اساسا مش طايقينها، بس بيكلموها، بس ايه، انا بكلم قلبهم عليها. مم. وهي خلفت؟ اه هي جابت، خلفت، جابت ولد. مم. رحت لها اخواتها ما كانوش عايزين يروحوا، اتحايلت عليهم وقلت لهم عشان اختكم وعشان خاطري مالكوش الا بعض وكده. مم. ورحت وقفت وياها ساعة الولادة، وربنا قدرني، ورحت جايبة خاتم دهب للواد، مم. واخدت لها حاجات قد كده. يعني ما زلتي بتشرفيها رغم ان هي ما شرفتكوش. اه قلت عشان خاطر لو حصل لي حاجة يبقى انا كده ربنا مش هيحاسبني. مم. رغم ان ناس كتير قالت لي ما تروحي لهاش ومالكيش دعوة بيها، قلت لهم لا، بس انا بيني وبين ربنا. مم. المهم عملتها وكده وكويس، وجت مرة واتنين، وجت بقى النوبة دي آخر مرة، جت بابنها وقعدت ومفيش أي حاجة، وكل ما تتكلم تقول لي أنت بتشتمي عليا ومش عايزة تديني بقية حاجتي، لأن في حاجات ناقصة ما جبتهاش. مم. كان ناقصها مطبخ، ستاير، سجاد. مم. الحاجة دي قلت لها قبل، لو أنت جيتي وقعدتي كنت خدت حاجتك كاملة. مم. المهم سكتنا. جت بقى النوبادي وقعدت اسبوع، واكل وشرب واللي هي عايزاه مم. اخدت وفتحتوا لها ايديها ودته دراعاتكم المستشفى، تاني ومفيش اي مشاكل؟ ومفيش اي حاجه. مم. وهو بيتكلم في التليفون، ورحنا هناك عادي وبيكلمنا وكلم اخواتها وكده، بس هو من جواه قلبه اسود. مم. مم. اخوكي عمل فيا واخوكي عمل وعمل. قلت لها مم. بصي يا بنتي، احنا بنعمل ربنا، واخوكي جه لغايه عندك، المفروض يبقى قلبه يتصفى. مم. مم. وسكتنا. معلش انا خدت لها حاجات ويايا، رحت ما لقيتهوش هو جايب اي حاجه خالص. مم. فبتكلم وياه بقول لها فين اللي جوزك جايبه لك؟ فين العفش، فين اوضه راحت قالت النوم؟ له لا، مم. هو جاب اوضه نوم، خالته اديته فلوس وجابتها وجابت له اوضه نوم، قالت له دول هديه مني ليك. مم. فجابها بس في اصوات عليها تاني. مم. قلت لها انت طالما قاعده مرتاحه ومبسوطه، انا مش عايزه اي حاجه تاني. طيب هي عملت ايه في بس في اخر زيارة لما فتحت لها بيتك حصل حاجة؟ فتحت لها بيتي ودخلت وودت ابنها المستشفى، وابنها لسه ما طهرتهوش. قلت لها انا هطهرهولك. قالت لي لازم ابوي يكون موجود وعايز يشوف الموضوع ده. قلت مم. لها مش عشان لو كده هيتعبك، مم. لو لوحدك هتتعبي. فجينا وقعدنا وكده وكويسين ومفيش اي حاجه، وجايبه لها حاجات، وقلت لها تاخدي وتاخدي وتاخدي. جيت انا نزلت، رحت مشوار وجيت، لقيتها قلبت الشقه، دورت على حاجات خدتها، وتقول لي انت خدت وخدت وخدت. قلت لها مش حاجتك. المهم ايه، اتخانقت وعملت حكايه وروايه، وقعدت تزعق وتقول انا همشي وكده. طب اقعدي وانا هروح عملت ايه يا وياكي. فندم؟ قالت لا. معلش عشان الوقت، عملت ايه؟ قلبت الشقه ودورت على حاجات، سرقت القايمه، بس انا ما كنتش اعرف. مم. بقول لها انت دلوقتي بتعملي حكايه، طب استني انا هسافر وياكي. قالت لي لا، ما تخشيليش بيتي، مم. وانا خلاص مش هخش لك بيت وسرقت تاني. القايمة. طيب سؤال سرقت حضرتك القايمه، ايه؟ بس انا ما عرفتش الا بعديها. سؤالك ايه بقى؟ انا دلوقتي يعني، هو انا مش ضامناه هو معاها، ما هو اللي قايلها لان هي تسرقها. كانت اشتكت منه. تمام. هو بيقول لي القايمه بتاعتي وكده ومش عارفه ايه. هي بتقول لي انت عايزه تحبسي جوزي. اه، ما هو قلت اللي لها احبسه مفهمها ازاي كده. لما انت معيه؟ تمام. اه بيقول لي انت المفروض تجيبي لها حاجتها، تجيبي لها مطبخ وتجيبي لها ستاير وتجيبي لها سجاد. قلت له انت لو كنت صبرتوا كنت انا جبت لها حاجتها يعني كلها. هو بيتكلم بس في اللي عليك وما اتكلمش في اللي عليه؟ هي كانت جت طلبت مني فلوس، امم. فانا كان معايا فلوس، هي كانت سايبه الدبله بتاعتها، كانت ضيقه على ايديها. امم.
لما هي جت اشتركت وكانت بكتاب كان جايب لها دبلة، رحت انا قلع خاتم من ايدي جايبه لها ايه انت انسيال. مش شايفة ان تصرفاتك زيادة قوي؟ يعني انا مش كله شايفة كله قال ان لي كده. اللي انت بتعمليه زيادة قوي مع واحدة ما صنتش عيشك وملحك، وما قدرتش سمعتك، وما قدرتش انك اتكفيتي عليهم تربيهم وربيتي يتامى، وما انا قدرتش مش اي عايزه شيء. افرح حد فيا، ما كنتش عايزه اشمت وانت حد فاكرة فيا. ان الناس مش دريانة؟ كل الناس اكيد دريت باللي بتعمله. ما فيش حاجة بتستخبى. و... قال و... لي انا عايز فرح، قال لي انا عايز فرح عشان اخواتي هيجوا واهلي هيجوا. رحت عملت فقاعة واستلفت وعملته. جيت بقول امتى؟ له فين اهلك؟ ده امتى؟ ده يوم كان شهر قبل ما تتجوز. يوم كاتب الكتاب. كاتب الكتاب اه. اه. قلت له لو اهلك ما جوش هتشيل معايا النص. قال لي ماشي. وهو اهله جم ما جوش، ما هو لازم كان يشيل معاكي النص. ما جيش ما دفعش تعرف. و... قال لي لا ما انت و... المفروض اللي انت وهو تعملي. هيدفع ليه؟ ده هو شايف انه متفضل عليكم اصلا انه رضي يكتب عليها رسمي. هو يدفع ليه؟ ده هو شايف انه عمل معاكم الواجب. ده هو لو عليه يقول لكم ادوني انا فلوس ان انا بقى معاكم اسيب الجواز رسميه. بصي يا امي، اللي انت بتعمليه ايوه غلط، تزعليش مني. وقلبك الضعيف وداكي في داهيه. سامعاني كويس؟ سامعك. قلبك الضعيف هو اللي بوظ الدنيا. لان انت طول الوقت بتقابلي الاساءة باحسان، وتديها حاجتها، وتاكليها وتشربيها وتنقطيها. ايه ده؟ على ايه؟ على ايه؟ عملت ايه؟ قدمت لك ايه؟ دي جحدة ما وغبية قدمتليش حاجه. وعايشة لنفسها وما بتفكرش غير في نفسها، وهيرميها وهتشوفي. هيرميها. وقلت لها القايمه دي وقريب بتاعتك انت قوي هو وحقك. كده ضمن حقه. هو ضمن حقه كده، ما عليهوش جنيه. خد القايمة قطعها، وهي شوية وهيقولها يلا مع السلامة خلصنا. وأهله تلاقيهم اخدت مش الولد، موافقين بيها، وأهله مش عايزينها. اخدت الولد، اخدت الولد تقول لي والله ما خليكي تشيليه، والله ما خليكي تشوفيه طيب، تاني. ما أنا بقولك دي بني آدمة. قلت لها خلاص بني آدمة انا عملت اللي يعني. عليا، انت قلبها بقى حرة. قلبها وحش وعقلها وحش، ودمرت نفسها. ولو سمحتي اجمدي شوية، اجمدي شوية. انسيها. مش هي قالت لك اعتبري بنتك ماتت؟ اعتبريها مش موجودة. اه هو بيكلمني في التليفون بيقول لي انا عايز الدبلة. قلت له انت واخد حقها. هما كانوا اتصلوا بيا وقال لي بيعي الدبلة وكده عشان محتاج فلوس وكده، كهربا مش كهربا كده. قلت له خلاص اعتبر ان الدبلة اتباعت وخد الفلوس اللي انت عاوزها. جاي بعد كده بتقول لي هات الدبلة. قلت لها لا، لما انت عندك فلوس اديني فلوسي وخد الدبلة. جايه بقى دورت على الدبلة وكده ما لقيتهاش، كنت انا شايلها. كانت بتتكلم بقى بيكلمني بيقول لي انا عايز دبلتي، ما حدش ياخد الدبلة بتاعتي اللي انا جايبها، انت ليكي فلوس ابعتها لك. قلت له لما تجيبي الفلوس وباخد الدبلة بتاعتك. طيب بصي يا فندم، اي حاجة هتقوليها مش هتفرق كتير في اللي اتقال. يعني الموضوع انا عندك عايزه انت. او الموضوع عندك انت. انت غلط من انا البداية، كنت غلط. والامر اللي عملته امر كبير قوي 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 قوي، وكتر خير الدنيا ان اخواتها ما عملوش فيها حاجة. الحمد لله، عشان ما يضيعوش نفسهم. الحمد لله. البني ادمة دي ما تستحقش والله اخوها، دموعك. عن قطع كلامك انا اخوها، احنا رحنا واتكلم وياه، اخوها كان ماسك مطوه في ايده. قلت له عشان خاطري ابوس ايدك، انا مش مستغنيه عنكم، انا تعبت وشقيت عليكم. طيب، البني ادمة هي دي الكلمه ما ما تستاهلش. تستاهلش دموعكم، ولا تستاهل دموعك، ولا قهرتك عليها. سيبيها، هي اختارت الرخص، وهتفضل طول عمرها في رخص، وهتفضل طول عمرها رخيصة، ومحدش هيغليها. ومعرفتش تفرح، ولا هتعرف تفرح بأي تفاصيل. مرفوضة من الجميع. وأهله رافضينها، وتلاقيهم بيقولوا له ما لقيتش غير دي اللي تتجوزها، عشان هي رخصت نفسها.
هي اللي عملت كده في نفسها. سيب الايام تربيها، عشان في مثل مشهور قوي يقولك اللي ما يربوش امه وابوه تربيه الايام والليالي. سيبي الايام والليالي اللي تربي لك بنتك. وكفايه ضعف، صح. وكفايه استسلام، وكفايه عياط، وبصي لنفسك، وبصي لعيالك الشباب اللي محتاجينك. خلاص خدت من وقتكم كتير قوي، واستنزفت من طاقتكم كتير قوي، وما عندهاش حاجة تديها لكم لانها غبية. غبية لما تكوني مرمية في المستشفى ما تجيلكيش، دي غبية. دي ما تستاهلش دموعك. خسارة الدموع اللي انت بتعيطيها دي. دي دموع انا عارفة انها دموع حزن على الشباب اللي راح عليها، بس ربنا اللي هيعوضك ويجبرك في ولادك انا الصبيان. كلمته وقلت له دين تو دين، كل حاجة عملتوها ربنا مش طبعا. هيسيبها. يا انت بتدعي علينا اه بكل مش انا اللي بقول، ده ومن غير القرآن والدين ومن هو غير اللي ما بيقول. تدعي والله ربنا هيبتليه، وزي ما كسركم ربنا هيكسره. وهي والله زي ما في كل وقت ساعدته. بدأ بقول اللي هو كسرهوني يقعد له بصحته وعافيته. ويا ريته حسبنا راجل، الله ونعم ويا الوكيل ريته فيهم. جدع، ويا ريته غلط وقال اشيل غلطتي واعمل اللي عليا. ده عايز جوازه بلوشي، انسان طماع. وهي ان هو يعني وهي تستحقه صراحة. يعني هي بني آدمة طماعة ووحشة، وربنا بي يعني بإيه، الطيبون للطيبات والخابثون للخابثات. فركزي في حياتك، وركزي في الصبيان اللي باقيلك، ولادك الرجالة. والحمد لله انك معاها وثيقة رسمية عشان ما تعرهمش. الحمد لله يا رب انها معاها وثيقة زواج رسمية عشان دول ما يتعايروش بيها. والحمد لله بقى. انسي بقى القصة دي، انسي، خليها. هي من اسفل لاسفل، وهتشوفي. هي مش هتشوف يوم حلو، لانها بديت غلط، وما بني على باطل فهو باطل. اتجوزت غلط ورخصت نفسها، وطول الوقت عمالة ترخص في نفسها، وهو أول من هيرميها